عوديها على البشاشة والكلمة الطيبة والقلب الصافي، هم الجمال الحقيقي لأي إنسان، وهي أدب وسلوك وفضائل نتغذى بيها وننشرها ونتعامل بيها ونحسنها في نظرهم. نيجي بقى للمسألة الأهم، هي الإعجاب بين البنات. هو مرض غريب أصاب البعض منهم، ده إن ما كانش أصاب الكل طبعا. قبل بناتنا ما تقع في الخطر ده فواجب علينا إننا نوجد التوازن العاطفي في قلوبهم ودماغهم، إننا نزرع في أنفسهم ميزان الحب والكره بشكل كويس، ونعرفهم إن القلب هو كاس لو اتملى بحب الأشخاص فإحنا كده فضلناه وأفرغناه من حب رب الناس. علشان كده لازم حبنا يبقى ولاء وكرهنا ما يكونش عداء، والمقياس هنا مقدار قربهم من ربنا وبعدهم عنه. في فترة من الفترات راح تلاقي بنتك نفسها أقرب لصاحبتها منك، وده بسبب حكم السن إنهم قريبين من بعض. ما تزعليش لأن ممكن يكون ده هو الطبيعي، فهنا دور الأم إنها تتقرب لبنتها. بعض الناس بتقول إنها تقرب من بنتها وتخليها صاحبتها، لكن رأيي الشخصي بيقول غير كده، إنها لازم تكون أمها بس، لأن عاطفة الأمومة فيها كل حاجة، ربنا زرع فيها كل حاجة من غير فتاوي ملهاش أي لازمة. وهقول لكم ليه المتعارف عليه إن صاحبتي مش بتهني، صاحبتي مش بتضربني ومش بتقسى عليا، راح تنصحني، سمعت كلامها ما سمعتوش، كشفت سري، غطت عليا، اسمها صاحبتي. لما تبعد عني وما تكلمنيش دي صاحبتي، إنما أمي لأ. هيجي وقت من الأوقات أمي هتضربني، طب الله، طب دي أمي ولا صاحبتي؟ إنما أمي لا هتفشى سري ولا هتبعد عني، ولو ضربتني اسمها أمي. أمي صاحبتي، صاحبتي مش بتضربني زي ما قلت. وهنا بيحصل عند البنت انفصام في الشخصية، هي صاحبتي ولا أمي؟ وهات يا مشاكل وعقد إحنا في غنى عنها. البنت غالبا في المرحلة دي في حاجة لشوية حاجات، من أهمها إشباع الرغبة العاطفية والوصول لقلبها بكل طريقة. كلميها بالراحة برفق، لطفيها بلين، عرفيها بحكمة ايه هو الحب، ايه اللي ليها وايه اللي عليها، عرفيها اسماء ايات الحب الصحيح، امتى وفين وازاي. معلش في بعض الامهات ما اتعلمتش، ما تعرفش حاجة على قدها، ماشي يا امي، مش عارفة اسألي، استشيري، مش عيب ولا حرام. المعرفة كنز، خليكي دايما متحفزة بيها، والعلم والمعرفة. تعالي كده بين الكتب بتاعتها حطي ورقة مكتوب فيها كلمتين حلوين انك بتحبيها وتتمني لها النجاح والتوفيق، علشان تلاقيها وهي بتفتح الكتاب وهي في الفصل. قد ايه راح تحس بالفرحة. اكتبيهم بشكل واضح وخط جميل، زخرفيهم على قد ما تقدري، عطريهم لو امكن، راح تشم فيهم ريحتك الحلوه، هيكون يومها كله فرح وسعاده، راح تفرح نفسها وزميلتها وتسيب انطباع حلو مليان سعاده وفرح جوه فصلها. وهيبان اثر الزرع ده اخر السنه، الزرع اللي انت زرعتيه بايديك. شجعيها من اخواتها باعمالها المميزه بينك وبينها، علشان ما يبانش انك بتفرقي في المعامله بينها وبين خواتها. ارفعي معنوياتها قدام ابوها وانك فخوره بيها، وعرفيه انك فخوره بيها وليه. لحظه من فضلك يا امي، ما تعتبريش بنتك في المرحله دي اتغيرت وتحمليها مسؤوليه غسيل وطبيخ ومسح وكنس وتاكل وتشرب وتراعي اخواتها وتحمليها اكتر من طاقتها. لا، راح تكرهك وتكره البيت والمسؤولية، وما تصدق تيجي فرصة تخرج من البيت علشان تفك عن نفسها من الضغط اللي جوه البيت. حمليها بس على قد سنها، علميها المسؤولية واحدة واحدة، خليها تحب المسؤولية مش تكرهها، حسسيها انها سندك وما تقدريش تستغني عنها، علميها تكون صريحة معاك في كل امور الحياة، وانك حابة تسمعيها، وانك بخبرتك وعمرك تقدري تحل مشاكلها اللي ممكن تقع فيها مع كل اللي حواليها. نيجي بقى للحتة الصغيرة دي، اوعي تفرقي بين بناتك. لو عندك اكتر من بنت عامليهم سواسية، يعني زي بعض، لكن كل بنت بما يتناسب مع عواطفها ورغبتها في الحياة، لان العقول بتختلف تبعا لسن كل بنت. التفرقة هنا راح تزرع فيهم الشك والمشاكل بينهم، وكل بنت متكدرة من التانية. قوم اعملي اشمعنى هي، واشربي وهلم جرة، وبقى في ريبة من بعضهم. خلصنا من البنات، نيجي للولاد. وصلي لهم المعلومة بأن البنات بيتميزوا عنهم برقتهم، وانت راجل يعني تتحمل عنهم، وان دي هتكون أم في المستقبل وفخر ليك. حافظ عليها
وصاحبها. دي اختك مهما كانت كبيره او صغيره، انت السند ليها وفخور ان ليك اخت زيها. بنتك اديها الضوء الاخضر في انها ترتب البيت بطريقتها، خليها تغير وتقول رايها. وانك كأم مريت بكل المواقف اللي زي دي في حياتك ايام ما كنت بنت سنها او بنت زيها. ولما الولاد يتخانقوا مع بعض ما توقفيش في صف حد معين او حد منهم، بل وضحي ان ده غلط وده صح، وبيني اثره السلبي عليهم، وان المخطئ مهما كان واجب عليه انه يعتذر وقبل كده يحس بغلطه. ولما تحب تخرج مع صاحبتها علشان تشتري حاجة، اديها قرشين كده زيادة يخلوها تشتري اللي هي عايزاه واللي بيتوافق مع مزاجها، وما تأيدهاش باللي انت عايزاه. فكل وقت وليه أداة، وكل زمن وليه أغراضه واحتياجاته ومستلزماته. ولو انت أخدتيها معاك في السوق وانت بتشتري حاجة، شاوريها وانت بتشتري احتياجاتك وخدي برأيها حتى لو ما كانش يناسبك أحيانا، لأنها شافت أم صاحبتها بتلبس ده فعايزاكي انت تلبسي زي أم صاحبتها. فزراعة الحب أهم من فقد الفلوس. بس خلي بالك، خليكي قدوة ليها في السوق بلبسك بحشمتك بتعاملك مع البياعين من غير ألفاظ خارجة وجارحة أو سؤال البياع ملوش لازمة. ولما بنتك تغلط بيني غضبك ليها وإنك مش راضية عن اللي حصل وإن ده ما يرضيش ربنا. راح ترضيني طبعا؟ لا، وتعوديها تصلح أخطائها بس تحت عينيكي وبمساعدتك برضه. خليها تختار لوازم غرفتها بنفسها وما تأيدهاش بنمط أو بطريقة معينة. خليها تبدع وتفجر في طاقتها وترسم بمزاجها في غرفتها. هاتلها لوازم تنمية هوايتها في الحاجة اللي بتحبها وتبدع فيها. البنت نجحت أو عيد ميلادها أهي مناسبة وخلاص، اعملي لها حفلة صغيرة واعزمي صاحبتها أو صاحبتها مع هدية بسيطة. يا سلام على الفرحة اللي هي فيها. اكتبي اسمها على تليفونك بالاسم اللي هي بتحبه وبتعشقه. بلاش نظرات الشك، ما تقربلهاش لا مع بيتك ولا مع بنتك، لأنها بتفتح باب ما بيتقفلش تاني. إياكي ثم إياكي والثقة في الشيطان اللي يقلب دماغك على بنتك أو يقلب دماغك على حاجة في دماغك. واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. والتوازن مطلب في كل إنسان مش فيك أنت بس. علميها إن مفيش أسرار بين الأم وبنتها ممكن يتقفل عليها. خليها تفتح الصور اللي في تليفونك. خليها تتعلم ان الانسان لازم يكون واضح زي الشمس، وان كلنا واحد مع احترام خصوصية كل حد في العيلة طبعا بعض الشيء. هنا بقى حاجة مهمة، اعملي تهيئة للبنت للحياة الزوجية، وده مطلب مهم وضروري اذا كان سنها بيسمح بده. ودور الام هنا كبير جدا. ثقفيها، علميها بكل أدب الجوانب الخاصة اللي بيسمح بها الوضع والسن والقيم والعادات والتقاليد والأعراف الأسرية، وبأسلوب بسيط بيخليها مهيئة لحياتها الجديدة. بلاش تكتري الهزار عن الرجالة في وجود صحباتك، وراعي ان بنتك قاعدة وما ينفعش تسمع الكلام ده، خاصة سن معين هيخليها تكره الحياة الزوجية أو تعتقد ان الضحك في الأمور اللي زي دي جد. دايما تتكلمي على لبسها الكويس والشيك وزينتها واسلوبها في كلامها وادبها مع غيرها. ده بيزيد من ثقتها بنفسها ويخليها تزيد من صفاتها الكويسه. بلاش الكلام في ظهر الناس والذم فيهم والبذخ من غير حاجه والاسراف والاحاديث اللي فيها قله حياه والاخلاق السيئه يكره البنت في حياتها، والعمليه مش ناقصه. ادب الحوار مهم جدا والانصات، وسمعها وركز في كلامها هو فن بتكتسبه البنت من أسرتها. خلينا نخلي التعامل الراقي هو أساس من أسس الحياة في بيوتنا. كلمي باباها قدام منها برقة ولطف واحترام قدام الولاد. خلي ده نموذج الأولاد يتعلقوا بيه يكون موجود في ذهن كل بنت وكل فرد من أفراد الأسرة، ودرس بدون تعب. بيني فضل الأب ومكانته في قلبك كأم وزوجة يخلي البنت تعيش باستقرار وهنا وتحس إن الحياة حلوة مهما سمعت من بره. ادي الاعذار عن غياب الاب الكتير عن البيت لو استدعت الظروف لعمل الاب وبعده عن ولاده، وده بسبب لقمة العيش علشان مصالحهم ويقدر يحقق كل مطالبهم، وكمان تحقيق مأمن ليهم او مأمن ليكم. وده هيقلل من تساؤلات الولاد بسبب الفراغ اللي سابه الاب نتيجة ظروف الحياة. وبعدين تتفق الام مع الاب على توزيع المسؤوليات، المهام، الادوار، تقسيم الصلاحيات، يخلي البيت والعيلة في استقرار وأمان دايما.
وخلي دايما في ابتسامة في البيت مراعاة لحالتها الصحية. لو هي تعبانة ورعايتها تقدميها عن العمل وعن الوظيفة والوقوف بجانبها، هو أمر بيخليها مطمئنة، يخفف من ألمها. ما تسيبهاش في مرضها، ورعيها حق الرعاية. لما تكون خايفة من حاجة احضنيها، فرحيها، قبليها في مصيبتها وواسيها، سليها في همها، فرجي عنها. انت القمر والنور المضيء في حياتها. ولما تكون مريضة خليكي جنبها، حافظي على انها تاخد علاجها في وقته، واسيها، عرفيها ان كلنا تعبانين على تعبك، والبيت من غيرك وحش، والبيت من غير ضحكتك كئيب ووحش. وفي اعمالك الخاصة خليها مستشارة ليكي، وفي شغلك الوظيفي كلميها عن بعض هموم الشغل، حسسيها بانها اكتر من بنت، حسسيها انها في مكانة كبيرة قوي عندك. ولو هي عايزة تتكلم معاكي بحاجة في نفسها، ففي بعض الحاجات اللي تخليها تقول كل اللي جواها. خليك مستمع جيدة ليه، اتفاعلي معاها بنظراتك بجميع حواسك، ما تقاطعيهاش الا لما تكمل كلامها وتخلص، وافقيها على كلامها، وبعد كده قولي لها رأيك باسلوب رقيق لطيف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واخيرا يا امي ويا اختي، خليكي بره بوالديكي، فمن بر بوالديه بره ابنائه، فكوني بر بوالديك مقدرة لهم، فسوف تجدين أثر ذلك في أبنائك. الدعاء ثم الدعاء هو سبب كل نجاة، هو الفوز من كل كربة وسبيل كل خير. وفقنا الله إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.